مرحبا، اليوم بسوي لكم وصفة شهية وصحية تناسب نظام الكيتو. فلفل محشي حلو. هالوصفة مليانة بالنكهات الطبيعية، سهلة ومثالية لأي شخص يتبع نظام غذائي صحي. خلونا نبدأ. أول شي نحضر المكونات. أنا بستخدم 400 جرام من اللحم المفروم المجمد. الأطباق المحشية تعتبر من الأكلات التقليدية والأصيلة، لكن اليوم بنضيف لها لمسة كيتونية مميزة. بدل الأرز بنستخدم القرنبيط المفروم عشان نحافظ على قوام الحشوة طري بدون ما نضيف كربوهيدرات. ببدأ بتقطيع نصف بصلة كبيرة بشكل ناعم، بعدها أضيف البصل المفروم إلى اللحم وأتركه جانبا. والآن راح نجهز الصلصة اللي بتعطي للوصفة طعمها المميز. بقطع النصف الثاني من البصلة وأحطها في وعاء منفصل. طبعا دايما تقدرون تعدلون الوصفة على حسب ذوقكم. المحشي بكل منطقة أو بلد له اسم مختلف، فإيش تسمونه عندكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. والآن نجي للقرنبيط بديل الأرز. بحطه على لوحة تقطيع وقطعه قطع صغيرة حتى يسهل طحنه، لكن لازم تنتبهون ما تكثرون الطبخ عشان الخضار ما تذبل أكثر من اللازم. خلونا نكمل الوصفة. الآن بضيف القرنبيط إلى خليط اللحم والبصل. شوفوا كيف قوامه يشبه الرز تماما. نتخلص من الرطوبة الزائدة باستخدام خليط من بذور الشيا وبذور الكتان وبذور الريحان أو أحدهم، اللي بيعطي قوام مشابه للنشا في الوصفات التقليدية. ثم أضفت البهارات، ملح، كمون، فلفل أسود، وبعدها خلطنا كل شيء مع بعض. والآن نجهز الفلفل الحلو بتنظيفه من البذور. ما نحتاج نكثر بهارات لأن نكهة الخضار وطريقة الطبخ بتبرز الطعم الطبيعي من الوصفة. وجاء وقت الحشو. بستخدم يدي عشان أحشي الفلفل، وهذا الأسهل بالنسبة لي. إذا تحبوا تقدرون تلبسون قفازات عشان رائحة اللحم. بعد ما أخلص أغسل يدي بقطرة صغيرة من الكلور للتخلص من أي روائح قوية، لكن انتبهوا لا تكثرون منه لأنه مادة قوية جدا. هالوصفة بتعجبكم، نكهتها غنية ولذيذة لدرجة إنكم ما تصدقون إنها وصفة صحية ومناسبة للحمية. نقدر نجمد حبات الفلفل في الفريزر بعد الحشو لمدة توصل حتى 3 أشهر، وما راح يتغير الطعم بعد الطبخ. طبعا أنا راح أطبخها الآن حتى نكمل وصفتنا مع بعض. نشعل الموقد وعلى المقلاة نضيف شوي زيت سمسم. نحمر البصل عليه حتى يعطينا نكهة الكراميل العميقة في الوصفة ويغني عن كثير من التوابل. وأثناء ما يستوي البصل بجهز الطماطم. بقطع الطماطم قطع كبيرة، ممكن تقطعوها حسب الرغبة، لكن إذا كانت مهروسة أكثر بتنضج أسرع، وغالبا أفراد العائلة يحبونها مهروسة بالكامل. مهما كان قدموها بالشكل اللي تحبوه. الآن بطحن الطماطم بنفس الجهاز اللي استخدمته للقرنبيط. أحب أختصر بعض الخطوات الإضافية. هل تحبون اختصار الخطوات مثلي؟ اكتبوا لي في التعليقات. أظن وصل البصل للمرحلة المطلوبة من الكرملة. راح أضيف الطماطم مع شوي من معجون الطماطم الجاهز حتى يعطينا نكهة حامضة أكثر. ونضيف رشة من الملح البحري. أحاول استخدام مكونات صحية وطبيعية أكثر. تقدروا تستخدموا اللي تحبوه. نضيف الفلفل المحشي مع شوي ماء ونتركه يطبخ على نار هادية. شوفوا كيف شكله شهي. الصلصة ثقيلة ورائحة البصل المكرمل رائعة. أضفت متبقي القرنبيط وغطيت القدر، وراح أتركه يطبخ بهدوء حتى ينضج تماما.
شوفوا البخار كيف طالع، الصلصة مضبوطة تماماً، لا جافة ولا سائلة بزيادة. الآن نجهزه للتقديم. ناخذ قطعة من الفلفل المحشي ونحطها في الصحن، نضيف شوي صلصة كمان قطعة من القرنبيط، وآخر لمسة شريحة ليمون تعطي نكهة وانتعاش للطبق. شوفوا كيف الفلفل المحشي متوازن تماماً، وكل لقمة دافية ولذيذة. الآن نقطع الفلفل ونشوف القوام مع بعض، الحشوة متماسكة زي الأرز، والقرنبيط مستوي تماماً وطري. الآن جاء وقت التذوق، وبكذا نكون خلصنا وصفتنا اليوم. جربوها، سهلة ولذيذة وتناسب أي دايت. ممكن ما تكون أسهل وصفة، لكنها تستاهل التجربة. لا تنسون اللايك، الاشتراك، وتفعيل الجرس حتى نستمر مع بعض بوصفات لذيذة وصحية. أترككم في أمان الله ورعايته.